فإن من اعتقاد أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم الإمساك عما شجر بينهم. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا. أخرجه الطبراني في الكبير، وأبو نعيم في الحلية، وفي الإمامة من حديث ابن مسعود، وقواه الألباني بطرقه وشواهده في السلسلة الصحيحة. ولذلك فمن منهج أهل السنة الإمساك عن ذكر هفوات الصحابة وتتبع زلاتهم، وعدم الخوض فيما شجر بينهم. قال أبو نعيم رحمه الله تعالى: فالإمساك عن ذكر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وذكر زلاتهم ونشر محاسنهم ومناقبهم وصرف أمورهم إلى أجل الوجوه من أمارات المؤمنين المتبعين لهم بإحسان، الذين مدحهم الله عز وجل بقوله: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال أيضا في تعليقه على الحديث المشار إليه: لم يأمرهم بالإمساك عن ذكر محاسنهم وفضائلهم، إنما أمروا بالإمساك عن ذكر أفعالهم وما يفرط منهم في ثورة الغضب وعارض الموجدة. إذن فالإمساك المشار إليه في الحديث الشريف: وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، إمساك مخصوص يقصد به عدم الخوض فيما وقع بينهم من الحروب والخلافات على سبيل التوسع وتتبع التفصيلات، مع نشر ذلك بين العامة أو التعرض لهم بالتنقص لفئة والانتصار لفئة أخرى. ونحن لم نؤمر بهذا، وإنما أمرنا بالاستغفار لهم ومحبتهم ونشر محاسنهم وفضائلهم. لكن إذا ظهر مبتدع يقدح فيهم بالباطل فلا بد من الذب عنهم وذكر ما يبطل حجته بعلم وعدل. وهذا مما نحتاجه في زماننا، حيث ابتليت الأمة المسلمة في جامعاتها ومدارسها بمناهج يزعم أصحابها الموضوعية والعلمية، يخوضون فيما شجر بين الصحابة بالباطل دون التأدب بالآداب التي علمنا إياها ربنا عز وجل وأدبنا بها نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك وصلت هذه العدوى إلى بعض الإسلاميين، حتى إن بعضهم يجمع الغث والسمين من الروايات حول الفتنة التي بين الصحابة ثم يبني أحكامه دون الاسترشاد بأقوال الأئمة الأعلام وتحقيقاتهم. إن الإمساك عما شجر بين الصحابة رضوان الله عليهم أحد أظهر معالم منهج أهل السنة والجماعة، حتى صار هذا أصلا من أصولهم التي يفارقون بها أهل البدعة الذين اتخذوا ما وقع بين الصحابة ذريعة للطعن فيهم أو في بعضهم. والمقصود بالإمساك الذي ذكره الحديث عدم الخوض فيما وقع بينهم من النزاع والاختلاف وما تبع ذلك من القتال، لأن كثيرا من أهل الأهواء والزنادقة اتخذ مما حصل بين الصحابة في زمن عثمان وعلي رضي الله عنهما مدخلا ليبثوا سمومهم من خلال ما يضعون من الأحاديث ويلفقون من الأخبار في مثالب بعض الصحابة رضي الله عنهم. ومن هنا نجد أهل العلم ينهون عن كتابة وسماع هذا الجنس من الأحاديث والأخبار. فمثلا وضع الخلال في كتابه السنة ترجمة بعنوان: التغليظ على من كتب الأحاديث التي فيها طعن على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأورد تحت هذا العنوان بأسانيده عدة روايات في هذا الموضوع، منها أن الإمام أحمد سئل عن الرجل يروي الحديث فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، يقول: أرويه كما سمعته؟ قال: ما يعجبني أن يروي الرجل حديثا فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، وإني لأضرب على غير حديث مما فيه على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شيء. وقد كان رحمه الله هو نفسه على جلالة قدره وحسن اعتقاده في الصحابة لا يكتب هذه الأحاديث التي في مثالب الصحابة،
بل ويعتزل مجلس السماع حين يشرع المحدث في سردها وروايتها، فإذا انقضت تلك الأحاديث رجع إلى المجلس. وقال أحمد بن علي الأبار: سألت سفيان بن وكيع فقلت: هذه الأحاديث الرديئة نكتبها؟ قال: ما طلبها إنسان فأفلح. قال الإمام أبو عبد الله بن بطة في كتابه الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة في أثناء كلامه على ما ينبغي أن يؤمن به العبد في حق الصحابة، قال: ولا ينظر في كتاب الصفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم، ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك، ولا ترويه عن أحد، ولا تقرأه على غيرك، ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، فسمى طائفة من الأئمة منهم حماد بن زيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة ومالك بن أنس وابن المبارك وأحمد بن حنبل، ثم قال: كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها، وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها، وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها. فإذا علم العبد المسلم أن هذه طريقة السلف تجاه هذه الأحاديث والأخبار، فينبغي له أن يأخذ نفسه بهذه الطريقة حتى يمسك عن قراءة الأخبار المروية فيما شجر بين الصحابة ولا يستمع إليها. ومن المناسب حقا أن يشار هنا إلى أن كتب التواريخ قد نقلت كثيرا من الأخبار فيما جرى بين الصحابة من النزاع وكلام بعضهم في بعض، وأغلب هذه الأخبار لم يأتي من وجه صحيح، وكثير منها كذب صريح، وما صح منها قدر يسير، وهذا يمكن حمله على معنى لا يلحق المتكلم به ذم ولا قدح. ولو تعذر ذلك فالأمر كما قال يحيى بن حسان: ليس لنا أن نقول فيهم ما قالوا في أنفسهم. وقد بين شيخ الإسلام رحمه الله موقف أهل السنة من هذه الآثار المروية أحسن بيان فقال: ويقولون إن هذه الآثار المروية في مساوئهم منها ما هو كذب، ومنها ما قد زيد فيه ونقص منه وغير عن وجهه، والصحيح منه هم فيه معذورون، إما مجتهدون مصيبون وإما مجتهدون مخطئون، وهم مع ذلك لا يعتقدون أن كل واحد من الصحابة معصوم من كبائر الإثم وصغائره، بل يجوز عليهم الذنوب في الجملة، ولهم من السوابق والفضائل ما يوجب مغفرة ما يصدر منهم إن صدر، حتى إنهم يغفر لهم من السيئات ما لا يغفر لمن بعدهم، لأن لهم من الحسنات التي تمحو السيئات ما ليس لمن بعدهم. ثم إذا كان قد صدر من أحدهم ذنب يكون قد تاب منه أو أتى بحسنات تمحوه، أو غفر له بفضل سابقته، أو بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم الذي هم أحق الناس بشفاعته، أو ابتلي ببلاء في الدنيا كفر به عنه. فإذا كان هذا في الذنوب المحققة، فكيف الأمور التي كانوا فيها مجتهدين؟ إن أصابوا فلهم أجران، وإن أخطأوا فلهم أجر واحد والخطأ مغفور. ثم إن القدر الذي ينكر من فعل بعضهم قليل النزر مغفور في جنب فضائل القوم ومحاسنهم من الإيمان بالله ورسوله والجهاد في سبيله والهجرة والنصرة والعلم النافع والعمل الصالح. ومن نظر في سيرة القوم بعلم وبصيرة وما من الله عليهم به من الفضائل علم يقينا أنهم خير الخلق بعد الأنبياء، لا كان ولا يكون مثلهم، وأنهم الصفوة من قرون هذه الأمة التي هي خير الأمم وأكرمها على الله تعالى.